طيب بصوا يا شباب، ان شاء الله النهارده مع بعض هنشرح اول درس عندك في الالجبرا بيتكلم عن حاجه اسمها السيكونس. يا مستر بقى قصه اول درس عندنا اللي هو السيكونس، انا عايز اقول لك ان هو مش اول درس عندكم، ده تقريبا اليونت كلها بتتكلم عن السيكونس بس. طب مستر هو توبيك رخم؟ بص، هو توبيك محتاج منك ان انت تبقى فاهمه، وفي حاجه حلوه بقى في التوبيك ده، في حاجه حلوه في الموضوع بتاع السيكونس. ايه يا مستر الحاجه الحلوه دي؟ ان عندك معظم الاسئله بتاعت السيكونس، او عايز اقول لك معظم الاسئله بتاعت الماثماتكس السنه دي ينفع تحلها بالكالكليتور. ايه ده؟ يعني مستر اتعلمنا ازاي نحلها بالكالكليتور؟ ان شاء الله، بس بعد الفهم الاول، يعني نفهم الاول بعد كده نشوف ازاي نحلها بالكالكليتور. طيب تمام. ايه يا مستر موضوع السيكونس دوت؟ بصوا يا شباب، انت وانت صغير كده في جريد 4 او جريد 3 كمان كنت درست حاجه اسمها ايه؟ الباترن، اللي هو مثلا لو انت عندك 1 بعد ال1 يبقى 3 5 7 9، ويجي يسالك يقول لك عايز اعرف النكست تيرم. ايه اللي بعد كده؟ تقول له مستر الهبل ده مستر، احنا كل مره بنزود كام؟ بنزود 2، كل مره بنزود 2 يبقى بعد كده تبقى 11. هو ده بقى السيكونس. بجد والله مستر؟ والله هو ده السيكونس، المنظر قدامك ده هو اللي بيتسمى سيكونس. يعني مثلا هدرس الكلام ده، هتدرس الكلام ده، بس بعد ما يسالك على النكست تيرم، ايه الحاجه اللي بعد ال9؟ لا، يجي يسالك على الترم اللي هو مثلا رقم 20، الترم رقم 20. ما انت بقى لازم تفهم ان السيكونس بتتكون من كذا ترم. يعني ال1 هنا بنسميه مثلا فيرست تيرم، ال3 هنا ده السكند تيرم، ال5 هنا ده الثيرد تيرم، وهكذا. بيفضل معاك ايه بقى؟ تعد ترمات. طب لحد ما اقف؟ قال لك لا، مش لحد ما تقف، لان انت عندك في نوعين من السيكونس. في سيكونس بتكون انفينيت، فاهم؟ مكمله معاك، وفي بقى سيكونس اللي هي الفاينايت اللي هي بتقف عند رقم معين. طب مستر، يعني المفروض ان انا ايه اللي اعرفه دلوقتي؟ اول حاجه واللي هتلاقيني بنرغي فيها النهارده كتير زياده عن اللزوم هي الرموز بتاعت السيكونس، ان احنا نفهم رموز السيكونس نفسها. طب ايه يا مستر هي رموز السيكونس؟ بصوا يا شباب، احنا اتفقنا ان السيكونس هتتكون من كذا ترم. يعني مثلا الترم الاولاني اللي هو في الاكزامبل بتاعنا هنا كده ايتم اللي هو مين؟ ال1. طب اللي بعد كده مستر هيبقى الترم الثاني اللي هو في الاكزامبل بتاعنا اللي هو 3. طيب ايه اللي بعد الترم الثاني؟ الترم الثالث، ونفضل بقى مكملين لحد الاخر، لحد ما نوصل لاخر ترم. طب هو اخر ترم مين يا مستر؟ رقمه كام؟ يعني الترم رقم كام هنا؟ لا والله ما اعرفش رقم كام، فعشان انا ما اعرفش رقم كام فبنسميه ايه؟ تي ان. بنسميه ايه؟ تي ان. وبنعمل ايه بقى؟ بنحطها بتوين براكت. حلو يا مستر. وبنكتب هنا كده تي ان بتوين تو براكت. المنظر ده بيتسمى السيكونس، هو ده السيكونس. طب مستر معلش، يعني الارقام اللي انت كاتبها فوق ديت لا مالكش دعوه بيها، الارقام دي بتتغير بقى. يعني انت عندك انواع كتير للسيكونس. يعني ممكن السيكونس اصلا بدل ما تلاقيها بتزيد تلاقيها بتقل اهو. يعني مثلا تلاقي معموله كده عندك السيكونس، ركز معايا اهو، تي ان ايكوال، بص تقول لك ايه مثلا 15 وبعدين 12 وبعدين 9 وبعدين 6، وتفضل بقى ايه؟ نازله معاك خالص. طب هسال سؤال هنا، السيكونس اللي انا كاتبها بالاخضر ديت، السيكونس دي يا شباب اول ترم فيها هو مين؟ يعني انا لو سالتك يا ايتن على التي 1 هتقولي التي 1 هنا ايكوال كام؟ 3. كام؟ بصي، شايفه السيكونس اللي انا كاتبها فوق دي؟ اول رقم فيها مين؟ 15. طب ايه الرقم اللي بعد كده؟ ايه الرقم اللي بعد كده؟ 9. احنا بقى بنسمي كل رقم بالترتيب بتاعه. يعني ال15 ده هو التي 1، ده الترم الاولاني. احنا بنستخدم حرف التي عشان حرف التي هو اختصار كلمه ايه؟ ترم. يعني مثلا الترم الاولاني هنا مين؟ 15. طب الترم الثاني؟ ها؟ 12. الترم الثالث وهكذا بقى تفضل مكمله معانا. طيب مستر، انت عايز تقول من الكلام ده كله، ان المنظر ده اللي هو اللي انا عامله بالاحمر ده هو دي الرمز بتاع السيكونس؟ ايوه، هو ده رمز السيكونس اللي المفروض ان انت تتعلمه. انا بقى ما يهمنيش ده كله، انا بس يهمني ايه؟ المنظر اللي قدامك اللي هو اللي بالاحمر ده. فانا هجيبه كده عشان ده هيكمل معانا لحد اخر الدرس. هو ده يا عم اللي انت المفروض تبقى عارفه. لما اجي اقول لك اكتب لي سيكونس هتكتبها لي كده، بس في مشكله صغيره يا مستر، ربنا ما يجيب مشاكل. انا هنا وقفت عند رقم معين، مثلا انا مش عارف ايه الرقم ده، ايه تي ان ده؟
ما انا بقول لك بقى احنا بنمشي ايه؟ الترم الاول، الترم الثاني، الترم الثالث، وافضل مكمل 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 لحد ما اقف مثلا يعني عند الترم ال 20. فيبقى الان دي ساعتها بكام يا ايتن؟ ب 20. طب يا كنزي لو وقفت عند الان مثلا ب 12 يبقى الان دي بكام؟ ب 12 وهكذا. بشوف انا بقف عند الترتيب كام وتبقى ساعتها الان هي ايه؟ الرقم بتاعها. طب مستر والله كلام جميل. ايه المشكله اللي انت بتقول عليها مستر؟ ان ساعات السيكونس ما بتقفش، بتفضل مكمله معاك، تبقى انفينيت، تفضل مكمله معاك. يعني ايه؟ يعني تلاقي الرمز بتاع السيكونس النوع الثاني اللي هو ده تي ان، ابدا الاول بمين؟ بالترم الاولاني، وبعدين الترم الثاني، وبعدين الترم الثالث، وافضل مكمل مكمل لحد ما اوصل لتي ان والاقي نفسي مكمل بعده برضه. يعني يا مستر في سيكونس ما بتقفش وبتفضل مكمله معاك؟ بتفضل مكمله معايا. يبقى قبل بس ما نخش على البيج اللي جايه، انا عايز بس اكد عليك ان المنظر اللي قدامك دوت هو ده الرمز اللي عامل للسيكونس، ده منظر السيكونس. يعني لما اقول لك انا عايز سيكونس تكتب لي الرمز بتاعها الاول، وبعدين بقى نبدا ايه؟ نشوف هنجيب السيكونس ازاي. تمام يا شباب؟ طيب اللي انت المفروض بقى تفهمه دلوقتي ان انا عندي السيكونس ليها كذا نوع. احنا اتفقنا ان هما نوعين اللي هما الفاينايت والانفينيت. النوع اللي هو ما بينتهيش، بيفضل مكمل معاك لحد الاخر، ما تعرفش هو اخره كام، ده بنسميه انفينيت. طب والنوع اللي هو بيقف عند رقم معين اسمه فاينايت. فانا هكتب سيكونس وهسالكم حبه اسئله عليها. تمام؟ طيب زي ايه يا مستر؟ زي مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ 2 وبعدين 5 وبعدين 8 وبعدين 11 14 وبس، وقفت لحد هنا. هسالك سؤال يا كنزي، السيكونس ديت انفينيت ولا فاينايت؟ يعني محدده؟ ها؟ فاينايت. ليه؟ عشان وقفت عند 14 ما كملتش. طب لو سالتك يا كنزي مين الترم الثالث؟ تي 3 هيكون ال8. برافو عليك يا كنزي. طيب لو سالنا بقى ايتن، بص يا ايتن، لو انا عندي مثلا ايه 25 وبعد 25 في 20 وبعدين 15 وبعدين نزلت تاني 10 وبعدين 5 وبعدين 0 وبعدين نيجاتيف 5 وبعدين نيجاتيف 10 وفضلت بقى مكمل لحد الانفينيت. هسألك سؤال يا كنزي، السيكونس اللي انت شايفاها قدامك ديت فاينايت ولا انفينيت؟ ليه انفينيت ايتن؟ عشان مالها مكمله ما وقفتش عند رقم معين. طب لو سألتك على التي 1 ترد عليا بكام يا ايتن؟ 25. طب لو سألتك يا ايتن على التي 6 اللي هو الترم السادس ترد عليها بكام؟ تعالى نعد كده 1 2 3 4 5 6. برافو عليك، 0. بس خلاص كده انت قدرت ان انت تعرفي ايه كل ترم بكام. طب والله يا مستر كلام جميل جدا. طب هل في حاجه ثانيه؟ قال لك بصراحه في حاجه ثانيه. ايه هي؟ ان احنا كمان مقسمين حوار السيكونس عندنا لحاجه اسمها انكريز وديكريز وكونستانت. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ والله يا ابني كلام تافه، اقسم بالله كلام تافه جدا. يعني ايه؟ يعني بص، احنا مثلا عندنا اول نوع عندنا بيكون انكريزنج، يعني تلاقي السيكونس بتزيد. هكتب لك منها شكلين، شكل انفينيت وشكل فاينايت. يعني ايه؟ هتلاقي السيكونس بالشكل ده 2 7 12 17 22 وتفضل مكمله معاك. او تلاقي مثلا اهي 2 وبعدين مثلا رحت مزود 3 رحت بقت 5 رحت مزود 3 بقت 8 رحت مزود 3 تاني بقت 11 رحت مزود 3 تاني بقت 14 ووقفت لحد هنا. بس كده خلاص. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين اصلا انكريزنج، دي اول حاجه، لكن الفرق ما بينهم يا مستر ان اللي فوق انفينيت لكن اللي تحت فاينايت. ايوه صح. طيب ماشي، وبعدين بس خلاص. طيب هو انا ينفع اعمل سيكونس بالمالتيبلاي؟ يعني ايه يا مستر بالمالتيبلاي؟ يعني مثلا اقول لك 1 3 وبعد ال 3 9 وبعد ال 9 27 وافضل بقى ماشي كده. ايه اللي بيحصل؟ هي بتزيد، بس المره دي بقى بتزيد عن طريق ايه؟ عن طريق المالتيبلاي. بعمل مالتيبلاي 3. يبقى السيكونس عندنا بتزيد يا اما بالبلس يا اما بالمالتيبلاي. ماشي يا مستر. ايه بقى النوع الثاني اللي هو الديكريزنج؟ اكيد انت فهمت قصه الديكريزنج اللي هي تبقى العكس. هتلاقي السيكونس بتقل وممكن تقل عن طريق الماينس او الايه؟ او الديفايدد. يعني مثلا جيت قلت لك ايه 25 وبعد 25 رحت قلت لك 5 وبعد ال 5 1 اوفر 5 وبعدين 1 اوفر 25. ايه اللي بيحصل للسيكونس؟ عمال تقل 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 تقل. طيب دي بنسميها ديكريزنج. طب دي انفينيت ولا فاينايت؟ لا دي فاينايت. ليه؟ عشان محدده.
مش انفينيت، مش مكمله معاك لحد الاخر، وكمان تعرف تعدهم. طيب مستر هل في شكل تاني؟ ممكن تبقى كده مثلا اهي، ممكن تبقى 40 وبعدين 30 وبعدين 20 وبعدين 20 10 0 نيجاتيف 10 وهكذا تفضل ايه؟ انفينيت. يبقى انت كده اتعلمت ان السيكونس في منها نوع اسمه انكريزنج ونوع تاني اسمه ديكريزنج. طيب الكونستانت بقى يا شباب هو رقم ثابت، يعني 5 5 5 5 5 ايوه وتفضل مكمله معاك، وفي منها فاينايت وانفينيت. طيب هل حد فيكم مش فاهم ايه الفرق بين الانكريز والديكريز والكونستانت قبل ما نخش على اخر حاجه اللي هي الالترنيتنج؟ عندك مشكله في اي حاجه يا ايتن؟ تمام يا كنزي؟ طيب نخش بقى على مين اخر نوع معانا اللي هو الالترنيتنج، وده نوع مشهور جدا عندنا. كل اللي انت بتعمله ان بيكون الترم الاولاني بوزيتيف، الترم الثاني نيجاتيف، اللي بعديه بوزيتيف نيجاتيف وهكذا، او العكس. يعني ايه؟ يعني مثلا يجي اول ترم مثلا نيجاتيف، يقول لك مثلا نيجاتيف 5، الترم اللي بعد كده تلاقيه مثلا ايه؟ 10 بوزيتيف 10. طب اللي بعديه نيجاتيف 20. طب اللي بعديه 40، وتبدا بقى ماشيه معاك على النظام ده، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف، واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف. دي بنسميها ايه؟ بنسميها alternating. انت كده قبل ما نكمل انت اتعلمت انواع السيكونس اللي انت تبدا تتعامل معاها خلال اليونت كلها. ايه تاني يا مستر بقى الحوار ده؟ بصوا بقى يا شباب، بيجي بقى الاسئله هنا ازاي؟ احنا عندنا في كام سؤال بيجي على الحته بتاعت الانكريز والديكريز دي، عايزك تبقى فاهمهم. مستر هو الانكريز والديكريز الحاجات بس دي بيجي عليها اسئله؟ والله بتيجي عليها اسئله. طب ازاي؟ قبل ما اقول لك ازاي، يعني بص السؤال بتاعها عامل ازاي اهو. ده اول سؤال اللي قدامك ده، بص هتحس ان الموضوع بقى والله موضوع تافه جدا. طيب ازاي يا مستر؟ قال لك بص، عشان تفهم قصه الانكريز والديكريز الاول لازم تفهم كونديشن بتاع الانكريز والديكريز. احنا اتفقنا على اي سيكونس في الدنيا هي بتتكون من ايه؟ من كذا ترم. فاحنا اديناها رمز ايه يا كنزي؟ تي 1 وبعدين تي 2 صح كده؟ وبعدين تي 3 وبعدين تي 4 وبعدين تي 5، واقف لحد ال 5 مثلا. ماشي؟ ماشي يا مستر، ده كده رمز السيكونس. هسألك سؤال يا ايتن، السيكونس اللي قدامك دي انفينيت ولا فاينايت؟ فاينايت عشان وقفت عند التي 5. ماشي يا مستر، وبعدين هايل. عايز اشيل ال 5 واحط مكانها رمز الان. ايه ده؟ مستر انت بتعمل ايه؟ عايز اشيل ال 5 واحط مكانها رمز الان. طب ليه يا مستر؟ لا ليه لا؟ ما تسالنيش ليه دلوقتي، انا عايز اعلمك الرموز بتاعت السيكونس، ازاي بنقدر نكتب السيكونس بكذا شكل. مستر خليك معايا واحده واحده اهو. انا كل اللي اعمله ان انا هشيل ال 5 اللي في الاخر دي واحط مكانها رمز الان اهو، يبقى تي ومكان ال 5 احط مكانها ان. طب مستر اللي قبلها ده مين؟ ده والله تي 4. هتقول لي يا مستر ثواني، انت ما جبتش سيره الفور، انت جبت سيره الفايف. ينفع يا كنزي اشيل الفور واحط مكانها ان؟ لا ما ينفعش. انت قلت الان حطها مكان الفايف بس. طب نعمل ايه بقى يا كنزي؟ نعمل ايه؟ قال لك والله احنا هنخلي الفور دي عباره عن 5 ماينس 1. يا مستر ينفع اخليها 5 ماينس 1 فعلا. طيب وده معناه ايه بقى؟ معناه ان انت ممكن تحط مكان الفايف ان، يبقى اشيل الفايف دي واحط مكانها تي ان ماينس 1. مستر انا ما فهمتش اي حاجه من الحته دي. لا بصراحه هي حته عايزه تركيز شويه. طيب ركز معايا في ال 3 وهتفهمها اكتر. بص يا ايتي، ال 3 ديت مش انا ينفع اخليها 5 ماينس 2 صح ولا لا؟ طيب مش احنا اتفقنا ان احنا عايزين نشيل ال 5 نحط مكانها ايه؟ ان. فهشيل ال 5 واحط مكانها ان فتبقى تي، ومكان ال 5 هتبقى ان ماينس 2. يعني انت مستر بتشوف الرقم يبقى 5 ماينس كام؟ بالظبط. ال 2 ديت مش ينفع اخليها 5 ماينس 3؟ اشيل ال 5 احط مكانها ان يبقى تي ان ماينس 3. طب واللي قبلها هتبقى خلاص بقى عرفنا ان ماينس 4. طب مستر معلش يعني هو انت ليه عملت السيكونس بالشكل بتاع الان دوت؟ اقول لك علشان دي رموز ثانيه او اشكال ثانيه المفروض تعلموها في السيكونس. لما اجي اقول لك ان الترم الاخير مثلا تي ان، ده معناه ان اللي قبليه على طول الترتيب بتاعه تي ان ماينس 1. طب اللي قبليه على طول تي ان ماينس 2. طب اللي قبليه على طول تي ان ماينس 3. طب اللي قبليه على طول تي ان ماينس 4. ماشي يا مستر، انا فهمت القصه ماشيه ازاي. انت بتخليهم كلهم عن طريق الان. طيب هو في حاجه ثانيه؟ بصراحه يا ايتن هو في حاجه ثانيه. ايه يا مستر الحاجه الثانيه؟
تخيلي معايا مثلا ان انا عايز بدل ما احط المره دي الان ب 5 عايز اخلي الان ب 1. يعني اشيل كل ال1 احطها بايه؟ بان. طيب مستر هو ليه كده؟ ما انت عشان افهمك الرموز اهو تبقى السيكونس عامله ازاي؟ بصوا انا عينيا دلوقتي فوق. بص يا وعد ركزي معايا في اللي انا هعمله ده. المنظر قدامي ده وعد ممكن تبقاش فاهماه عشان لسه اول مره تشوفيه، انا لسه شارحه من شويه. بس امشي معايا واحده واحده وانا هقول لك الفكره بتاعته. المنظر اللي فوق ده يا وعد بيتسمى سيكونس. المنظر ده كده كله على بعضه بيتسمى ايه؟ سيكونس. هنا في تي 1 انا عايز اشيل كل 1 واحط مكانها ان، فتبقى تي ان كوما. طب مكان ال2 ينفع احط مكانها ان؟ طب ايه الحل اللي ممكن اعمله؟ قال لك والله ممكن 2 تخليها 1 بلس 1. تشيل ال1 دي حط مكانها ان وسيب ال1 الثانيه فتبقى عباره عن ايه؟ تي ان بلس 1. طب وبعدين بص ال 3 دي عايز اخليها 1 بلس حاجه تبقى 1 بلس كام؟ طب يبقى خلي 3 1 بلس ايه؟ بلس 2. فاشيل ال1 واحط مكانها ايه؟ ان. يبقى ايه؟ يبقى تي ومكان ال 3 اخليها ان بلس 2 وافضل بقى مكمل معاك كده. بص انتوا لو لاحظتوا تحت هتلاقي دي ان بلس 1 ان بلس 2 وبعدين ان بلس 3 وتفضل مكمله معاك. ده منظر تاني لشكل السيكونس. طيب انا بقى عايز اعمل ايه؟ اخلي الاثنين دولت مع بعض عشان افهمك بقى حوار الكونديشن ده. مستر انت داخل جاي في قصه حزينه. يعني انا بشرح كل الكلام ده عشان الحته اللي جايه دي. بص لو انا عندي سيكونس اهي تي ان اهو وعايز اكتبها بالشكل دوت، حطيت التي ان هنا في النص. فاكرين من قيمه شويه مين اللي قبل التي ان؟ اللي قبلها على طول كانت تي ان ماينس 1. طب مين اللي قبلها على طول؟ تي ان ماينس 2. مين اللي قبلها على طول يا اي 10؟ لا انت بتنزلي تي بصي ان ماينس 1 ان ماينس 2 اللي قبلها ان ماينس واللي بعدها قبلها تبقى ان ماينس وهكذا. طب اللي بعد التي ان مين اللي بعدها؟ هزود 1 بقى بوزيتيف 1. طب اللي بعدها يبقى ان بلس 2. طب اللي بعدها وهكذا. ده الرمز العام للسيكونس، هو المنظر اللي قدامك ده. طيب مستر انت عايز تقول ايه بقى؟ بص بقى يا شباب افهموا بقى الحته ديت. المفروض ان احنا بنشرح حاجه اسمها ايه؟ السيكونس. السيكونس دي بتبقى عباره عن ارقام مرتبه، حاجه شبه اللي انا هكتبها دلوقتي حالا دي اهي. بص بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى عامله كده 5 وبعد ال5 مثلا 10 وبعد ال10 20 وبعدين 40 وتفضل بقى بتزود معاكي. دي كده اسمها سيكونس. تمام؟ ال5 دي بنسميها الترم الاولاني تي 1، 10 الترم الثاني وهكذا. تمام؟ السيكونس اللي قدامنا ديت مالها انكريز، بتزيد، صح ولا لا؟ صح يا مستر. لو انا جبت اي ترم زي ال40 عملته ديفايدد اللي قبليه دايما الانسر هتطلع معاك اكبر من ال1. لا يا مستر واحده واحده. بص لو مسكت ال40 عملتها ديفايدد 20 هيطلع معاك 2. مش مهم الرقم اللي طلع، المهم ان هو اكبر من كام؟ المهم ان هو اكبر من 1. المهم ان هو اكبر من 1. طب حد عارف ليه؟ ما عشان هي انكريز، دايما الترم اللي قدام بيكون اكبر من اللي وراه. هل الكلام ده منطقي ولا حد عنده مشكله في اللي بقوله؟ اهو يعني مثلا لو اخدت ال 20 مثلا اهو، خدت المره دي 20 اعملها ديفايد اللي قبليه، مين اللي قبليها؟ 10. لو اخدت ال 20 عملتها اوفر ال 10 هتعملي بالكالكوليتر يطلع معاكي 2، معناه ان هو اكبر من كام؟ اكبر من 1. طب مستر هو يعني لما يكون اكبر من 1 ده دي حاجه بتميزه؟ عشان من هنا بقى يجي الكونديشن بتاع الانكريس. الكونديشن بتاع الانكريس ايه هو الكونديشن بتاع الانكريس؟ ان انا لو مسكت اي ترم عملته اوفر اللي قبليه دايما يبقى اكبر من 1. يعني انا لو مسكت مثلا الترم ده اللي هو التي ان بلس 1 عملته اوفر اللي قبليه هيبقى اكبر من 1، يبقى تي ان بلس 1 وهنا تي ان. ده الكونديشن بتاع الانكريز يا شباب. ده الكونديشن بتاع الانكريز بيجي عليه سؤال في الامتحان. طب مستر لو هي ديكريس، طب ما تيجي نشوف. لو انا مثلا قلت لك وعد مثلا 30 وبعدين 28
وبعدين 26 وهكذا. لو انا اخدت ترم اوفر اللي قبليه، يعني مثلا اخدت 26 اوفر 28، اعملها كده بالكالكوليتر وقولي الرقم هيطلع بكام؟ انا اخدت 26 اوفر 28 هيطلع 0.92. الرقم اللي طلع ماله اقل من ال1، الرقم نفسه اقل من ال1. طب انت بس عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك لما تبقى السيكونس عندك ديكريز ده معناها ان انت لو اخدت الترم اوفر اللي قبليه هيبقى ليس ذان ال1. يعني يا مستر الانكريز بتبقى مور ذان ال1؟ ايوه. والديكريز الشرط بتاعها اهو، ده الديكريز، ده الشرط بتاعها يا شباب. لو انا اخدت الترم اللي ده مثلا ده اوفر اللي قبليه اللي هو التي ان، دايما ايه اللي هيحصل يا ايتن؟ هيكون ليس ذان ال1، ده الكونديشن بتاعها. طيب هسال بقى سؤال فني هساله لكنزي، بدل ما ابدا بالتي ان بلس 1 لا انا هبدا بالتي ان ماينس 1. مين اللي قبليه يا كنزي؟ مين اللي قبل الترم ده؟ ايوه يبقى ده اللي قبليه تي ان ماينس 2. لو هي ديكريس هتبقى ليس يعني لو عملت تي ان ماينس 1 اوفر تي ان ماينس 2 والسيكونس اللي عندي ديكريس ده معناها هتبقى ليس ذان ال1. طب لو هي انكريس هتبقى مالها مور ذان ال1 وهكذا. طيب ماشي يا مستر انا فهمت الديكريز وفهمت الانكريز وان شاء الله هتفهم اكتر واحنا بنحل. ناقص اخر نوع معانا اللي هو الكونستانت. ده نوع عبيط جدا بقى. ليه؟ الكونستانت هي عباره عن سيكونس ليها نفس الرقم، يعني 5 5 5 5 5 5. لو اخدنا اي ترم عملناه اوفر اللي قبليه هيطلع كام؟ يعني خدنا ال5 اوفر ال5 اللي قبلها، يعني خدنا ال5 دي اوفر ال5 دي، 5 اوفر 5 هيطلع كام يا شباب؟ 1. يبقى معنى كده لو انت اخدت التي ان اوفر التي ان بلس 1 اوفر اللي قبليه هيطلع معاك ايكوال 1. دي اسمها كونستانت. دي الكونديشنز بتاعت مين؟ بتاعت الانكريز والديكريز والكونستانت. مستر بصراحه انا حاسس ان في كميه رموز رهيبه. احل ازاي السؤال؟ تعال نبص على السؤال. بص ده السؤال بيتكرر في الامتحانات. بيقول لك ايه؟ التي ان از انكريزنج. بيقول لك ان السيكونس مالها انكريزنج، معناها ان هي بتزيد. صح ولا لا؟ صح يا مستر. ها بص يا وعد افهم القصه دي. السيكونس رمزها عندنا بيكون تي ان، ده رمز السيكونس. السيكونس اللي هي الارقام اللي انا كنت كاتبها من شويه. ماشي. بيقول لك ان هي مالها انكريزنج. بيقول لك بقى انهي حاجه من الاختيارات صح. لو بصيت على الاختيارات هتلاقي ان انت عندك في الاختيارات مفيش غير حاجتين، تي ان وتي ان بلس 1. مفيش غير ده وده بس. صح ولا لا؟ طيب لما هي تبقى انكريزنج بيبقى اللي قدام اكبر من اللي وراه. يعني مثلا انت في السؤال هنا لازم تقول له تي ان بلس 1 اوفر تي ان. ايوه كده اهو. مالها بقى؟ مور ذان ال1. دي الاجابه بتاعتك. فين دي في الاختيارات؟ محدش يقول لي ايه، محدش يقول لي ايه عاكسها. طب ايه ده يا مستر؟ دي مش ايه كده خلاص. طب ولا هي بي؟ لا ما فيهاش علامه الايكوال ولا هي بي. طب يا لهوي يا مستر ده ما فيش حاجه صح؟ لا والله في حاجه صح. ازاي؟ مش انتوا عارفين ان انا ممكن اخد الديفايدد اوديه الناحيه الثانيه ملتبلاي؟ لا يا مستر مش فاهم. بص مش انتوا مثلا عارفين لو انا عندي اكس اوفر 5 مور ذان ال1، مش ال5 هنا يا كنزي موجوده بالديفايدد؟ فلو حبيت انقلها الاذر سايد هتروح بالملتبلاي، هتبقى اكس مور ذان 5 تايمز 1 ل 5. ينفع اعمل كده فعلا في الماث. هو ده اللي انا هعمله. هودي الناحيه الثانيه بالتايمز، يبقى تي ان تايمز 1 تفضل زي ما هي تي ان، يبقى تي ان بلس 1 مور ذان تي ان. هو ده الشرط الصح. يبقى ده هو الاختيار سي. ايه ده يا مستر؟ يعني هو ممكن يكتبه بشكل تاني؟ والله هو ده اللي عمله، ان هو عمله بشكل تاني بس كده. من قيمه شويه انا شرحت لكم ازاي احنا بنعمل السيكونس، فكانت عباره عن ايه؟ ركزوا بقى اوعد الحته دي. الكلام ده انا شرحته في اول الحصه عشان انا محتاجه بصراحه. بصي قلت لك السيكونس رمزها تي ان، تمام؟ وبعمل كده براكت واكتب جوه هنا الترم الاولاني وبعدين الترم الثاني وبعدين الترم الثالث، وبفضل بقى مكمل لحد الانفينيت ما بوقفش. الا بقى لو هو جه قال لي انت هتقف عند رقم معين. ماشي يا مستر. طيب زي ايه؟ اجي مثلا اقول لك التي ان اهو، مثلا تبدا مثلا معايا ب 10 وبعدين 8 وبعدين 8 6 وبعدين 6 4 وافضل مكمل وهكذا. ده شكل السيكونس. ده اسمه ايه يا ايتن؟ اسمه سيكونس. اسمه ايه يا وعد؟ اسمه سيكونس. لو جيت يا وعد سالتك على السكند تيرم، مين السكند تيرم هنا؟
ال8 مين الثيرد ترم؟ الثيرد ترم، وهكذا. ده شكل السيكونس. طيب السيكونس دي مالها؟ السيكونس دي بنقول عليها انفينيت عشان ما بتقفش، وفي نفس الوقت مالها ديكريز، بتقل بتقل بتقل. طيب كلام جميل يا مستر، دي بتقل. هل في طريقه ثانيه لكتابه السيكونس؟ بصراحه في طريقه ثانيه لكتابه السيكونس. طب ايه يا مستر الطريقه ديت؟ بصوا بقى ركزوا معايا في اللي هيحصل دلوقتي. انا مثلا ممكن اقول لك سيكونس هي عباره عن ايه؟ تي ان ايكوال 2n بلس 3. شايفين ديت اللي انا كاتبها؟ دي سيكونس تشبه سيكونس شبه دي، فيها ارقام زي دي بالظبط. لا يا مستر دي مش زي دي، انت هنا كاتب ارقام في براكت، انت هنا مش عامل كده. بصراحه انت عندك حق، بس اللي انت لازم تفهمه ان دي سيكونس ودي سيكونس. احنا بقى مهمتنا ان احنا نجيب الارقام اللي جواها. تجيب يا مستر الارقام اللي جواها. طب نجيبها ازاي؟ مش احنا عارفين ان التي ان بيكون فيها الفيرست تيرم وفيها كمان السكند تيرم والثيرد وهكذا، صح ولا لا؟ فانا عايز الترم الاولاني، الترم الثاني، الترم الثالث وهكذا. نجيبها ازاي؟ اللي هيساعدنا نعمل كده هي اللي فوق دي. طب ازاي بقى يا مستر؟ بص هقول له تي ان ايكوال، انا عايز اعرف الترم الاولاني. هو انا لما اجي اقول لك الترم الاول يبقى انا هنا كده اعتبرت الان بكام؟ ها؟ معلم ب 1. يعني انا عايز الترم الاولاني. بص ايه اللي يحصل؟ انا عايز الترم الاولاني. طيب الترم الاولاني ده كان اعتبرت الان بكام؟ ب 1. ما هي الان مكتوبه هنا، انا خليتها بكام؟ ب 1. طب ايه اللي مكتوب بعد الايكوال؟ 2n بلس 3. يبقى 2 ومكان الان هعمل تايمز 1 بلس 3. ده هو ده، بس شلت الان حطيت مكانها 1. طب لما احسبها واحد ايه اللي هيحصل؟ هيطلع معايا 5. يبقى الترم الاولاني 5. مستر الحته دي ما جاتش معايا قوي. طب بص افهم الحته اللي جايه دي. انا عايز الترم الثاني. الترم الثاني اهو. بص انا هجيب الترم الثاني تي 2 كده يا وعد. اعتبرت الان بكام؟ ب 2. هاجي هنا في المنظر ده هشيل الان احطها بكام؟ يبقى 2 تايمز 2 بلس 3. احسبها تطلع معايا 7. يبقى الترم الثاني بكام؟ طب قولي لي بقى يا ايتن التي 3 اجيبها ازاي؟ انا كده اعتبرت الان بكام؟ ب 3. يبقى اقول له بقى في الرول بتاعها 2 تايمز كام؟ 2 times n الان احنا اعتبرناها ب 3 بلس تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 9. وتلاقي نفسك عمال تجيب كل حاجه. فهتلاقي ايه اللي حصل؟ ان انت كونت سيكونس شبه دي. مثلا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انت دلوقتي اتعلمت الطريقه الثانيه للسيكونس، اللي هو مثلا يجيبها لك ايه؟ يقول لك تي ان اهو، يقول لك مثلا 3 او 2 ان زي ما احنا عملناها 2 ان بلس 3 اهي. يجيبها لك كده مثلا اهو مثلا 5 ان باور 2. يجيبها لك كده 3 ان ماينس 5. يفضل بقى يغيرها. يبقى دي سيكونس ودي برضو سيكونس. يبقى الاثنين سيكونس. قبل بقى ما نخش على السؤال الجاي، عايز حد يقول لي ارقام السيكونس دي. ناخد مثلا مين؟ اهو عندي سيكونس اهي. خليك معايا يا ايتن وبعدين ناخد كنزي. سيكونس هي يا ايتن. استنى ايكوال 2n بلس 5. بقول لك والله يا ايتن انا عايزك تكتبي لي منها اول 5. فانت تفهمي ايه؟ ان هي تبقى تي ان وبعدين تقولي الفيرست تيرم. بص انا بقى بكتب اهو اول حاجه وبعدين السكند تيرم وبعدين الثيرد تيرم وبعدين الفورث تيرم وبعدين الفيفث تيرم. انت هتجيبي لي اول 3 وكنزه هتجيبي ايه؟ الاثنين التانيين. عايز يلا يا ايتن تجيبي لي تي 1. تي 1 ها؟ 2 times 1 ايوه برافو عليك. 2 تايمز 1 بلس 5 5. تحسبها بالكالكوليتر تطلع معاك كام؟ 7
7. كده انت جبت اول ترم. ايه ده اول رقم عرفته يا مستر؟ والله اهو امسح يا معلم تي 1 دي واكتب مكانها ايه؟ 7. ندخل على تي 2. يلا يبقى 2 ان بلس ايه؟ 5. يبقى 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 2 برافو عليك بلس 5 تطلع معاكي كام؟ 9. يبقى ايه ده؟ الترم التاني بكام؟ ب 9. ماشي. هاتي لي الترم التالت. يب. 2 بلس 5 تطلع كام؟ 11. يبقى ده كام يا مستر؟ ب 11. طب كمل لي بقى يا كنزي، عايز اجيب الترم الرابع. لا بصي بنكتب كده، نكتب تي 4 ايكوال، نكتب تي 4 ايكوال يبقى 2 تايمز 4 زي ما انت قلتي بلس 5 تطلع معايا بكام؟ اهو يبقى الترم الرابع 13. طب عايز بقى التي 5 يا كنزي يبقى عباره عن ايه؟ 2 تايمز كام؟ بلس ال 5 صح. بلس ال 5 تطلع معاكي كام؟ 15. يبقى الترم الاخير ده اهو يبقى ده كده 15. بس كده انت عملت السيكونس وجبت منها اول 5. يبقى انت المفروض دلوقتي يا وعد فهمت دي سيكونس. وعد فهمت حل السؤال اللي انا عملته؟ طيب يلا يا وعد بقى هتحل انت اول سؤال معانا ده. ده سؤال بيقول لك ايه؟ the first 5 terms in sequence tn. بصي بيقول لك ان السيكونس اسمها tn. ماشي يا عم. فين يا عم السيكونس؟ راح قال لك السيكونس ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ هنقعد لا والله ده والله ده منظر عبيط يا مستر. لا يا مستر ده مش ده نفس المنظر اللي انت جايبه، والله منظر عبيط. مش انت بيقول لك عايز اول 5؟ اعمل نفسك عبيط. بص هتقول له كده. برافو عليك شاطر وخدتي بالك انت من دي. يبقى تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5. هو راح قال لك ايه؟ على ان اول واحد بكام؟ ب 9. شكرا يا عم والله على ذوقك. يبقى الاولاني ب 9. هتلاقي الاختيارات كلها بتبدا ب 9. ما استفدتش حاجه. طيب عايز اجيب التي 2. هتلاقي بقى المنظر دوت يا ايتن هو اللي هيخليك تعرف تجيب الباقيين. يا مستر ازاي؟ ده ايه المنظر الزباله ده؟ والله العظيم منظر عبيط. بص ركزوا معايا في اللي هيحصل دلوقتي. مش انت عايزه تجيبي التي 2؟ يعني عايزه هنا في الجزء ده يكون مكتوب كام؟ 2. ما انا عايز التي 2. يبقى المفروض الان احطها بكام؟ ها؟ ب 1. برافو عليكي. يبقى انا دلوقتي هعتبر الان ب 1. طب ليه؟ علشان دلوقتي ده اللي هيحصل. بص ايه اللي هيحصل؟ انا عينيا هنا وهقرا اهو تي وان بلس 1 يعني 2 ايكوال. احنا اعتبرنا الان ب 1 نيجاتيف 1 باور ان. طب الان بكام؟ احنا قلنا ب 1 يا مستر. اوفر 3 تي ومكان الان نحط 1. لا ما هو استني انت هتبقى زي على الكالكليتور. ما هو هنا في ايه؟ تي 1 هتبقى زي على الكالكليتور دي. طب ما هي تي 1 دي بقى هو قال لك عليها بكام؟ يبقى اشيل دي اهو امسحها كده واحط مكانها ايه؟ اي 10 تايمز 9 واحسبها بالكالكليتور بقى. يلا احسبوا لي بقى التي 2 دي بالكالكليتور. طبعا دي كلها ارقام اهي. اكتب لي المنظر ده على الكالكليتور. نيجاتيف 1 اوفر كام؟ طيب هو خلاص انا عرفت الاجابه فين. دي ليه؟ لان الترم الثاني هنا مختلف في كله يبقى الاجابه دي. طيب من قبل ما اعرف الاجابه بقى انا عايز ايتن الصراحه تقول لي لو انا عايز اجيب التي 3 اللي هو الترم الثالث اللي انا عارف اصلا من الحل هيطلع نيجاتيف 9 بس انا عايز اعرف اجيبه ازاي. دلوقتي يا ايتن انا عايز لما احط عايز دي تبقى 3 يبقى احط مكان الان كام؟ برافو عليكي. بصي اقول له الان ب 2. بص ده الحل والله اللي انت تحلوه وتقول له تي 3. يلا مليني بقى ايه اللي هيحصل. برافو عليك اوفر لا ما هي هتبقى تي 2. برافو عليك شاطره. يعني مستر ده بيتغير
ما هو الترم الثاني ده دلوقتي بقى نيجاتيف 1 اوفر 27. يلا احسبها بالكالكوليتر شوف هتطلع معاها كام. المفروض ان هي تطلع نيجاتيف 9. فهمت يا كنز اللي بيحصل؟ طيب بص السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ذا سيكونس هوز ان ترمز التي ان بالمنظر ده. على فكره يا شباب التي ان ده ليه اسم بس مش هقوله لك دلوقتي، اصبر عليا. طيب 2 اوفر ان ماينس 1. السؤال اللي فات كان بيسأل على ايه؟ كان بيسأل على الفيرست 5 تيرمز اول 5. طيب السؤال ده بيسأل على ايه؟ بيسألك هل السيكونس ديت نوعها انكريز ولا ديكريز ولا كونستانت ولا الترنيتنج؟ ايه ده يا مستر ده بيسأل هنا عن التايب. عشان تجاوب على السؤال بتاع التايب انت على الاقل عايز اول 3. عايز كام واحدة؟ اول 3 عشان تعرف نوعها ايه. طب يبقى انا هعتبر نفسي في السؤال ان انا هجيب كام ترم؟ 3 تيرمز. طيب ماشي يا مستر انا عرفت خلاص ان انا هجيب 3 تيرمز. وبعدين بص يا شباب اول حاجه بكتب ايه؟ التي ان ايكوال اهو تي 1. انا ببدا ان انا ابني الحاجه اللي انا همشي عليها تي 2 وبعدين تي 3. بس انا عايز اول 3. بصوا يا شباب شايفين الارقام اللي تحت اللي هي 1 و 2 و 3؟ يعني انا هكتب حاجه وهمسحها عشان مش محتاجه هنا. مش انا كنت بعمل كده؟ بعمل كده في الطبيعي تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 وافضل بقى مكمل صح؟ الارقام اللي بنكتبها تحت ديت اللي هي دي 1 و2 و3 و4 وهكذا بقى دي بنقول عليها الدومين اوف فانكشن لو اعتبرنا ان السيكونس فانكشن. مستر انت بتقول كلام انا حاسس ان انا سمعت المصطلحات دي في الترم الاولاني. احنا مالناش علاقه بالترم الاولاني، هي معلومه تيجي في الامتحان. ايه هي؟ لو السيكونس از فانكشن ده معناه ان الارقام اللي تحت اللي هي ال1 وال2 وال3 وال4 اسمها الدومين. فبيجي السؤال دوت في الامتحانات والله بيجي سؤال عبيط يقول له ايه؟ يقول له لو السيكونس از فانكشن يبقى الدومين بتاعها ايه؟ يبقى الدومين بتاعها مستر اللي هي 1 و2 و3 و4. الارقام ديت كان لها رمز درسته في بريب 1 اسمه ايه بقى؟ الزد بوزيتيف. يعني انت عايز تقول يا مستر ان هو بيقول لك ان الان رقم من ارقام زد بوزيتيف؟ ايوه اللي هي ارقام الدومين. بس الحته دي مش هتاثر معاك في الحل بس لازم تبقى عارفها عشان ليها سؤال. لها سؤال بيجي في الامتحانات. طيب ماشي يا مستر امسح بقى الحته اللي انت مش عايزها دي ونكمل المساله بتاعتنا. اهي بصوا كده يا شباب احنا اتفقنا ان احنا عايزين اول 3. معلش يا كنزي هو احنا عايزين اول 3 ليه؟ ليه عايزين اول 3 تيرمز؟ T1, T2, T3. هل هو في السؤال قال لي find the first 3 تيرمز؟ لا ما قاليش كده. طيب ما انا ليه مستر بجيب اول 3؟ قلت لكم بس انتوا قاعدين تقريبا مسرحانين ولا حاجه. قلت لكم انا هجيب اول 3 عشان اقدر احكم على السيكونس ان هي انكريز ولا ديكريز ولا كونستانت. انا هجيب اول 3 عشان اعرف نوعها ايه بالظبط. لو لقيت الارقام بتزيد يا ايدن، لقيت الارقام مثلا بقول اي ارقام مثلا بقت 5 بعد كده بقت 10 بعد كده بقت 15 يبقى كده اسمها ايه؟ بس خلاص. فانت هتجيب الارقام يا واحد عشان اعرف نوعها ايه. ايوه فهمت. طيب والله مثلا عايز اجيب التي 1 خلاص يا عم اكتب التي 1 ايكوال. يلا يا كنزي اهو هشتغل على دي كده اشيل كل ان احطها بكام؟ ب 1. يبقى عباره عن ايه دلوقتي؟ 2 اوفر 1 ماينس 1 تطلع معاك ب 2. لا سوري تطلع معاك ب 1. ركز يا مستر ماشي تطلع معاك ب 1. طيب الثانيه وعد عايز اجيب التي 2 هعمل ايه؟ هقول 2 اوفر ماينس تطلع معاك بزيرو. ناقص مين يا ايتن عشان احكم على السيكونس؟ ناقص تي 3. يلا يا ايتن اجيب التي 3 ازاي؟ تبقى 2 15. 2 اوفر 3 ماينس 1 تحسبها بالكالكليتور تقريبا هتطلع معاك النيجاتيف 1 اوفر 3. يبقى مثلا السيكونس بقت عباره عن اول رقم 1 الرقم الثاني 0 بعد كده نيجاتيف 1 اوفر 3 وهتفضل مكمله. طب بالله عليكم ايه اللي بيحصل للسيكونس؟ بتزيد ولا بتقل؟ بتديكريس يا مستر. يبقى الاجابه عندك هي مين؟ هي بي. بس خلاص ده اجابه السؤال. طيب والله يا مستر كلام جميل. ايه تاني؟ لو انتوا بقى تفتكروا من شويه قلت لكم على تاني طريقه نكتب بيها السيكونس اللي انا هقولها دلوقتي بقى تالت طريقه نكتب بيها السيكونس.
يا لهوي يا مستر، هو في كام طريقه؟ هم 3 ودي اخر واحده فيهم. ماشي، ليه يبقى عباره عن ايه؟ هنا بيقول لك في السؤال ان تي 1 ايكوال 1. ماشي، التي 2 ايكوال 2. هل ده معناه ان تي 3 ايكوال 3؟ لا مش شرط. بص كمل معايا، بيقول لك التي ان ايكوال. ايه ده بقى؟ ايه القرف ده يا مستر؟ بالله عليك ايه ده؟ يا عم انا مالي يا عم، انا مالي يا عم، هو ليه كده؟ احنا هنمشي مع المساله واحده واحده. طيب ماشي، انت عايز ايه في السؤال؟ في السؤال بيقول لك ذا فيرست 5 terms، عايز اول 5 من السيكونس. والله مثلا انت معلمني حاجه، انت قلت عشان اجيب اول 5 بروح اقول له تي ان اهو. يا جدعان الحركه اللي انا بعملها في اول خطوه دي والله بتفرق في الحل، والله بتفرق في الحل. تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 اهو. اسال نفسك انت عايز ايه؟ انا عايز اول 5، يبقى عايز اعرف تي 1 بكام وعايز اعرف تي 2. ماشي يلا واحده واحده. لو لاحظت في السؤال تي 1 قال لك عليه بكام؟ ب 1. الله الله، ده انت راجل كريم والله العظيم، انت الا على اول واحد. التي 2 قال لك عليه بكام؟ ب 2. والله انت راجل محترم، يبقى ده 2. طب التي 3 قال لك عليه؟ لا ما قالكش عليه. طيب مين اللي هيجيب لي بقى التي 3 والتي 4 والتي 5 اللي هي ثالث حاجه او ثالث معلومه هو قال لك عليها؟ طيب انت عايز ايه؟ مش انت عايز يكون الترم الثالث يعني تبقى الان ب 3؟ يبقى انا هشيل الان دي ايتي اللي هي مديها لي واحط مكانها 3 واعمل كده في الباقي في الشكل كله يعني. يعني مثلا انت عايز الان تبقى ب 3. ايوه صح اهو. ايه اللي هيحصل؟ هتبقى تي 3 علامه الايكوال تنزل تي. ايه اللي مكتوب تحت تي دي ايتين؟ طب قلنا هنشيل ان نحطها بكام؟ يبقى 3 ماينس 1 2 بلس ايه اللي مكتوب تحت التي ديت؟ يبقى تي وهنحط الان ب 3 تبقى ب 1، يبقى هي 3 ماينس 2. حلو. على فكره انت جبت التي 3. ما انت الترم الاولاني يا مستر ب 2 والترم ده بكام؟ ب 1، يبقى ده بكام؟ ب 3، يبقى التي 3 بكام؟ ب 3. يبقى مثلا تي 4 ب 4. ما تعملش كده، ما تقولش تي 4 ب 4. كمل على نفس الطريقه اللي انت حليت بيها. حط هنا 3 اهو. خش على التي 4. ماشي يا مستر يلا بينا. استنى يا مستر امسح بقى الكلام ده اهو وهعيد تاني نفس اللي انت عملته اهو. بصوا نفس الحاجه اهي. يلا انا عايز ان ايه؟ انا عايز ان 4. يبقى احط هنا 4 ايكوال. ايه اللي بعد الايكوال يا وعد؟ تي ان ماينس 1. هتحط مكان الان 4. استنى نكتب هنا 4 اهي. يبقى اللي بعد الايكوال هتبقى تي ايه بقى؟ ب 3. واللي بعدها تي 2. طب ما التي 3 لسه جايبها من شويه ب 3. طب والتي 2 جايبينها بكام؟ ب 2. يبقى 3 و2 كام؟ 5. يبقى الترم الرابع ب 5 مش ب 4 اهو عشان في ناس بتتخم. يبقى ده 5. طب الترم الخامس بكام؟ انت بقى لو لاحظت هتلاقي ان انت بتعمل ايه؟ الترم بلس اللي قبليه، يعني الخامس هيكون 3 بلس 5 ب 8. طب مثلا لو ما خدتش بالي كمل بنفس طريقه الحل. يبقى 1 و2 و3 و5 و8 اللي هي الاجابه سي. فهمت يا ايتن السؤال؟ في حد فيكم محتاج اي حاجه في السؤال؟ طيب ماشي يا مستر. تعال نبص على السؤال اللي بعد كده برضه. تعال نبص على السؤال ده اهو. بيقول لي السيكونس تي ان. ماشي يا مستر. بيقول لك التي 1 ب 3. ماشي. التي 1 بلوزني منظر زباله يا عم اهو ادينا نعلم عليه عشان ده اللي اصلا بيحل المساله اهو. ماشي يا مستر. هو عايز ايه؟ هو عايز الثيرد. عايز الثيرد تيرمز. طيب دي تركايه بقى، دي تركايه. لما يكون قايل لك ان هو عايز الثيرد ومديك الريليشن بالمنظر ده دايما لازم تجيب اللي قبليه. يعني مستر اعتبر ان هو عايز اول 3. اعتبرها ان هو عايز اول 3. يعني هات تي 1 وهات تي 2 وهات تي 3 وهتلاقي نفسك اصلا بتجيب التي 2 بس. ليه؟ ما هو التي 3 التي 1 اصلا قال لك عليه ان هو ب 3. يا مستر ده فعلا ب 3. طب التي 2 لا ما هو ما اعرفوش. طب التي 3 ما هو ده هو اللي عايزه. طيب ما تيجي نجيب التي 2. هنجيبها ازاي؟ من الريليشن اللي انا معلم عليها. هو انا عايز اي تي يكون ده بكام؟ والله مثلا انت عايزه يكونوا ب 2 فلازم احط الان بكام؟
طب انا ليه عايز يكونوا ب 2؟ ما عشان اجيب الترم الثاني يا مستر. ايوه صح، يبقى احط الان ب 1، فايه اللي يحصل؟ هتبقى تي 1 بلس 1 يعني 2 ايكوال تي، وتحت هنا تبقى احنا بحط مكان الان، بحط مكانها يا كنزي 1 ماينس 1، يبقى تي 2 ايكوال التي 1 اشيلها واحط مكانها ايه؟ 3. ما هو انا عارف ان هي ب 3، ما هو قال لي ان اول ترم ب 3 ماينس 1 تبقى ب 2. ايه ده؟ يبقى الترم الثاني بكام؟ ب 2 اهو، ناقص الترم الثالث. طب انا علشان اجيب الترم الثالث اهو محتاج اعمل ايه هنا؟ احط مكان الان بكام؟ ايوه كده، يبقى راح اقول له ايه؟ احط مكان الان، احط مكانها 2، فايه اللي يحصل؟ فتبقى تي 2 بلس 1 يعني 3. انا عينيا فوق يا شباب، انا عينيا هنا والله. ايكوال تي ان اللي هي هتبقى كام بقى؟ هتبقى 2 ماينس 1. طب التي 2 ما هو الترم الثاني انا جبته ب 2، يبقى 2 ماينس 1 هتيكوال معاك كام يا شباب؟ 1 يا عم 3 ايه، ما تركز بقى، هتيكوال معاك ايه؟ 1. يبقى 2 ماينس 1 بكام؟ ب 1. يبقى ده مستر هنا ب 1. يبقى الترم الثالث اجابته ايه؟ اجابته 1. تمام يا شباب السؤال؟ دلوقتي بقى هندخل على الكلاس ورك. هتحل لي الكام سؤال دولت 4 اسئله وتبعتهم لي بسرعه على الواتساب، وعايزك ان في مشكله في رقم 4. طيب ده هيبقى ايه؟ زد بوزيتيف. هنا انتوا جاوبتوها 19 ما عدا الاستاذه ايتن عملت لي 19 اوفر 2. هي يعني هاي ايتن خدت بالها ان هو ايتن انت معايا؟ ان احنا هنا بنزود كام؟ بنزود 4 صح؟ بنزود 4 وتحت بقى اللي بيحصل من ماينس 3، من ماينس 3. فيبقى الترم اللي بعد كده لما نزود 4 على ال 15 هتبقى 19، ولما نماينس من ال 4 3 هتبقى تحت 1. 19 اوفر 1 هتبقى 19. طيب السؤال اللي بعد كده يا كنزي، هو هنا دي 2 بقت 6، راح عمل لها ايه؟ زود لها 4. ال 6 بقت 12 يعني زود لها كام؟ 6. ال 12 بقت 20 يعني زود لها 8. طب يبقى بعد كده هيزود 10، عمال يزود ايه؟ ايفن نمبر. بعد كده مزود 12، يبقى انا عشان اجيب اللي بعد كده هزود عليه كام؟ 14. فلما ال 42 ازود عليها ال 14 تطلع معاكي 56. طيب السؤال بقى اللي انتوا اختلفتوا فيه ده تعالى نشوفه اهو. اول حاجه يا شباب هو عايز اول 5 ترمز. الراجل قال لي ان تي 1 بكام؟ ب 2، يعني الاختيار ايه ده مش معايا اصلا، ده مش معايا اهو. انا بعمل عليه غلط تمام ماشي يا مستر. حلو، عايز بقى ايه بقى الترمات. طيب انا دلوقتي علشان اجيب الترم الثاني يبقى انا محتاج احط ايه هنا؟ احط مكانها، احط مكان الان 1. فلما احط مكان الان 1 هتبقى ان 2 ايكوال تي 1، ما انا بحط مكان الان 1 ماينس 1، يبقى تي 1 اللي هي بكام؟ ب 2 ماينس 1 هتطلع معاكي 1. يبقى الترم الثاني ب 1، يبقى الترم الاول ب 2، الترم اللي بعد كده ب 1. ها في حاجه فيها 2 1؟ يبقى الاختيار بي مش معايا، يبقى يا اما سي يا اما دي. هات لي بقى الاجابه الترم الثالث. عشان اجيب الترم الثالث يا اي تي يبقى انا احط الان بكام كده؟ انا عايز احط الان ب 2 فعلا، يبقى 3 ودي هتبقى تي 2 ماينس 2. طب التي 2 بكام؟ ما هو لسه جايبينها حالا ب 1، يبقى 1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1. يعني الاجابه سي والاجابه دي زي بعض في اول 3. طيب يبقى لازم اجيب الرابع، يبقى انا جبت التالت بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى لازم اجيب الرابع. طب ليه يا مستر؟ ما هو عشان الاجابه سي ودي اول 3 شبه بعض مختلفين في الرابع، فالرابع هو اللي يعرفني دلوقتي. طب يلا يا مستر هات لي بقى تي 4. تي 4 يعني احط الان ب 3. يبقى تي 4 ايكوال اهو تي 3 ماينس 3. فاهم يا كنزي بعمل ايه؟ بشيل كل ان احطها ب 3، يبقى تي 4 هتيكوال التي 3
اللي هي نيجاتيف 1 ماينس 3 تبقى نيجاتيف 4. يبقى الترم الرابع كام؟ نيجاتيف 4. هل محتاج اجيب الخامس؟ لا مش محتاج اجيب الخامس، خلاص هي الاجابه سي. مثلا انت هنشتغل في انهي اللي هو 2n بلس 1 ولا نشتغل في 2n في tn ماينس n؟ بصي الموضوع كله على حسب قرارك. يعني ايه مثلا على حسب قراري؟ بصي انت دلوقتي عايزه تجيب اول خمسه، احنا جبنا الاولاني، يعني مش جبنا الاولاني، هو اصلا قايل على الاولاني صح ولا لا؟ ايوه ماشي. انت عايزه الثاني، يبقى انت عايزه هنا ده يكون 2 صح؟ انا هقول يبقى تحط الان بكام؟ 1. اهو بص انت قلت ايه؟ احط الان ب 1. لما احط الان ب 1 هتبقى دي تي 2 ايكوال، لما احط الان ب 1 هتبقى تي 1، لما احط الان ب 1 هتبقى 1 بس. التي 1 بكام؟ ب 2، يبقى 2 ماينس 1. هشيل ده كده اهو، هشيل ده كده واحط مكانه كام؟ الرقم بتاعه اللي هو التي 1 ب 2، يبقى 2 ماينس 1 واحسبها بقى اهو. نحط مكانه 2 يبقى 2 ماينس 1 بكام؟ ب 1، يبقى الترم بعد كده ب 1. بص كده، بص معايا اهو، انا همسح ده كده اهو. انت عايزه الترم الثالث، رد عليا يلا. عايزه الترم الثالث يبقى محتاجه تحط ايه مكان الان؟ بص انت قلتي ايه؟ احط مكان الان 2، هتحط مكان الان 2، هنحط مكان الان 2 يبقى هنا هتبقى 3. حط مكان الان 2 تبقى كام؟ تي ايه؟ ايوه صح زي ما قلت تي ايه؟ ايوه كده ماينس، بس خلاص. التي 2 دي بكام؟ لسه جايبها من شويه كانت ب 1، اشيلها يبقى التي 3 هتبقى 1 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 1 وهكذا. شوف انت عايزه ايه وعلى اساسه هتشيلي الان تحطها باللي انت عايزاه. كده احنا خلصنا اول اربعه. انت عندك يونت 1 بتتكلم على 6 دروس في السيكونس. في درسين بيتكلموا على نوع اسمه ارثمتيك سيكونس، وفي درسين تانيين بيتكلموا على الجيومتريك سيكونس. ماشي يا مستر، كلام مقنع وكلام مفيش فيه اي حاجه. فانت دلوقتي المفروض تتعرف على كل نوع. طب مستر الموضوع صعب؟ اقسم بالله الموضوع تافه. الارثمتيك سيكونس هي عباره عن سيكونس بتزيد او بتقل، يعني ممكن تكون انكريز وممكن تكون ديكريز. بس هي بتقل او بتزيد، يعني مثلا لو هي بتزيد عن طريق الادنج بلس. طب لو بتقل عن طريق السبتراكت، عن طريق الماينس. لا يا مستر فهمني. يعني مثلا اجيب لك سيكونس دي تي ان اهي، واقول لك ايه 2 وبعدين بقت 5 وبعدين بقت 8 وبعدين بقت 11 وبعدين بقت 14. ايه اللي بيحصل للسيكونس ديت؟ والله مثلا السيكونس بتزيد. طب بتزيد ازاي؟ كل مره يا مستر انت بتزود 2، كل مره يا مستر انت بتزود، لا بزود 3 سوري، كل مره انت بتزود 3، كل مره بتزود 3. يبقى ايه اللي بيحصل للسيكونس يا ايتين؟ بيحصل لها انكريز عن طريق البلس، فبنقول عليها ارثمتيك بس كده. طب مثلا لو بيحصل لها ديكريز هيبقى عن طريق السبتراكشن اهو. يعني مثلا لو جيت قلت لك حاجه شبه كده 25 وبعدين بقت 20 وبعدين بقت 15 وبعدين بقت 10 وفضلت كده، ايه اللي بيحصل؟ والله مثلا اللي بيحصل هنا ان انت بتعمل ماينس 5 بتعمل ماينس 5 بتعمل ماينس 5. يبقى ايه اللي بيحصل لها ايتين؟ بيحصل لها ديكريز عن طريق السبتراكشن. فعشان بيحصل لها ديكريز عن طريق السبتراكشن هتتسمى ارثمتيك. طبيعي جدا تكون فهمت الجيومتريك. طب ليه؟ ما هي نفس الحاجه بس بيحصل لها انكريز عن طريق المالتبلاي وبيحصل لها ديكريز عن طريق الديفيجن. ده هي الفكره يعني بس كده. طيب قول لي يا مستر على مثال اهو، حاجه شبه كده اهو. يقول لك مثلا سيكونس شبه دي اهو، مثلا 32. ال 32 دي بقت 16، ال 16 دي بقت 8، ال 8 دي بقت 4 وهكذا. ايه اللي بيحصل يا وعد؟ بيحصل لها ديكريس يا مستر. طب الديكريس اللي بيحصل ازاي؟ قال لك والله انا بعمل ديفايدد 2، كل مره بعمل ديفايدد 2، كل مره بعمل ديفايدد 2. طالما بيحصل لها ديكريس عن طريق الديفيجن ده معناها ان هي اسمها جيومتريك سيكونس، ده النوع بتاعها. طب امتى يا مستر نقول عليها انكريزنج؟ لو بيحصل لها انكريز عن طريق المالتبلاي، زي مثلا انا اقول لك 2 وبعدين اقول لك 6
وبعدين اقول لك 18 وبعدين بقى افضل اعمل ملتبلاي 3. كل مره بتعمل ملتبلاي 3 يا مستر. يبقى دلوقتي انت المفروض فهمت ايه الفرق بين الارثمتيك سيكونس والجيومتريك سيكونس. طيب تمام ماشي يا مستر، انا فهمت ايه الفرق. ايه بقى المفروض اتعلمه تاني؟ لا قبل ما تقول لي المفروض اتعلمه تاني، المفروض بقى اديك حاجه شبهها كده وتحدد لي هي ارثمتيك ولا ايه؟ جيومتريك. اهو امسح ده. بصوا بقى اهو، جيت قلت لك مثلا سيكونس شبه دي كده اهي، three 8 13 18. هسأل وعد، قول لي يا وعد دي نوعها ايه؟ ارثمتيك ولا جيومتريك؟ ليه؟ علشان هو هنا بيزود قد ايه؟ 5. طب ما دي يا ايتن هزودها برضو، بص كده هزودها اهي 3 15 45 135 هزودها اهي عشان بتزيد نقول عليها ايتن ان هي ارثمتيك. هنقول عليها ايه؟ جيومتريك عشان هي اصلا ملتبلاي. بتزيد عن طريق المالتبلاي. طب لو بتقل عن طريق الديفيجن تبقى جيومتريك برضه وهكذا. طيب ماشي يا مستر، لو جيت في اول سيكونس دي سالتكم على تي 1 طبعا كلكم هتقولوا يا مستر 3 صح ولا لا؟ صح. هو بقى عندنا هنا بيرمز للتي 1 بحرف الاي. يعني مين هي الايه؟ هي الفيرست تيرم. مستر ثواني، انت ايه اللي انت بتشاور عليه ده؟ ايه الرول اللي انت بتشاور عليه ده مستر؟ لا ما انا عايز اقول لكم على حاجه. فاكرين من شويه لما قلت لكم ان السيكونس ليها كذا طريقه للكتابه؟ يا مستر قلت لنا ساعتها 3 طرق، والطريقه اللي انت كاتبها قدامنا دي الطريقه الاولى. انا دلوقتي بقى عايز يكون عندي الشكل الاولاني للسيكونس واحوله للشكل الثاني. اللي هو كان ايه يا مستر؟ اللي هو كان ده مثلا تي ان ايكوال 3 ان بلس 2. يبقى المطلوب مني ان انا يكون عندي الشكل العادي واحوله للشكل ده. طب ازاي ده بيحصل؟ قال لك عن طريق رول، بس انت المفروض كطالب تفهم ان انت عندك تو رولز مش رول واحد. طب ليه يا مستر تو رولز؟ قال لك ما انت عندك نوعين، نوع اسمه ارثمتيك ونوع اسمه جيومتريك، كل نوع ليه رول. فانا دلوقتي بقى مطلوب مني ان انا افهمك محتويات الرول ده. طيب ما ايه محتويات الرول؟ نبدا بقى باول واحده، التي ان ديت. التي ان ديت اسمها مهم جدا جدا جدا. مستر ما اسمها سيكونس، لا السيكونس تبقى تي ان بتوين براكت وبنكتب كده ايكوال بقى. مستر انت بتهزر؟ لا والله مش بهزر، دي فعلا اسمها سيكونس. لكن لما تبقى تي ان كده لوحدها عارفين اسمها ايه؟ اسم في غايه الاهميه، اسمه ذا جنرال تيرم. طب ليه مستر بتقول اسم في غايه الاهميه؟ هتعرف ليه حالا في غايه الاهميه. ماشي يا مستر، علامه الايكوال خلاص. ايه يا مستر حرف الايه ده؟ حرف الايه ده اللي هو التي 1 اللي هو الفيرست تيرم. طيب ايه الان ده؟ الان ده الترتيب اللي هو الاوردر. طب ايه الدي ده مستر؟ الدي ده بنسميه الكومن ديفرنس. مستر والله انا مش فاهم انت بتعمل ايه بجد. ايه الرموز؟ لا انا لسه ما قلتش ايه الرموز بالظبط، انا بقول لك اساميها. طيب سيكونس اللي انا كنت كاتبها من شويه اللي هي 3 و5 وبعدين بقت بزود 2 ماشي تبقى 7، ازود 2 يبقى 9 وهكذا. ماشي يلا يا مستر. ايه بقى؟ انا دلوقتي هسالك اسئله معينه هنا. مين هنا الايه؟ والله يا مستر انت قلت ان الايه هو الفيرست تيرم، يبقى الايه هو 3 بس كده. يبقى تيجي كده على جنب تقول لي ان الايه هو مين؟ هو 3. طب مين هو الدي؟ الدي ده معرفش يا مستر انت ما قلتش. لا انا قلت ان الدي هو الديفرنس. طب يعني ايه الديفرنس؟ بتجيب اي ترم ماينس اللي قبليه او الحاجه اللي انت بتعملها. يعني مش انت كل مره بتزود 2؟ كل مره انت عمال تزود 2. هو ال 2 ده بقى. يبقى الدي هنا هو ال 2 اللي انت بتعمله، يعني بلس اللي انت بتعمله هو ده الدي. طب ايه هو الان؟ الان ده اسمه اوردر بس انت بتسيبه في الرول، ما بتكتبش مكانه حاجه، وهقول لك وظيفته ايه اصلا بعد كده. يعني ده بتفضل زي ما هو. طيب ايه مثلا بقى حوار الجنرال تيرم ده؟ الجنرال تيرم ده حاجه في غايه الاهميه. عشان تفهم بقى الفكره دي بصوا تعالى كده ناخد اكزامبل سريعا اهو. بص بقى السؤال يقول لك ايه؟ find the general term. عارفين هو كده بيسالنا على مين؟ بيسالنا على تي ان. يعني الاجابه بتاعتي يا شباب هتبقى تي ان مثلا انا بقول اي حاجه 3 ان بلس ايه؟
2. هو عايز حاجه شبه كده. هو عايز حاجه شبه كده بالظبط. يبقى انت المفروض الاول لما يقول لك find the general term انت فهمت على طول ان هو بيسالك على التي ان. طيب اول لما يسالك يا ايتن على التي ان، كل اللي انت هتعمليه اللي انا هعمله ده اهو. بص كل اللي انت هتعمليه ده السوليوشن بتاعك. ايه هو؟ اول لما يقول لك تي ان تكتب الروت بتاع التي ان. بس ثواني خلي بالك عشان انت عندك في نوعين من الرول. في اللي هو الرول ده وفي الرول ده اللي لسه ما شرحتهوش. طيب مستر وانا هستخدم انهي واحد؟ على حسب نوع السيكونس. طب ما تبص لي على السيكونس يا مستر. تعالى يا عم بص على السيكونس. 9 بقت 13 ده زود 5 ولا زود 4؟ لا زود 4. طيب ال 13 بقت 17 ده مزود 4. ال 17 ده بيزود 4 يا مستر، يبقى دي نوعها ارثمتيك. يبقى هكتب القانون ده A بلس N ماينس 1 دي. حد فيكم مش فاهم ليه كتبت القانون ده؟ كتبت القانون ده عشان دي سيكونس نوعها ارثمتيك، فكتبت القانون بتاع الارثمتيك. مطلوب منك بقى ان انت تشيل الاي تحطها برقم والدي تحطها برقم والان مالكش دعوه بيها، سيبها زي ما هي عشان الفاينل انسر بتاعتك لازم يكون فيها ان اصلا. طب مين هي الايه؟ الايه هي الفيرست تيرم اللي هو ال9. حلو يا مستر. يبقى تي ان اهو هشيل الايه احط مكانها ايه؟ 9 بلس ان ماينس 1. طب الدي بقى الحاجه اللي انت بتعملها ان كل مره بتزود كام؟ بتزود 4. يبقى تايمز كام؟ 4. بس كده خلاص. هو ده جنرال تيرم. بس لو انت بتحل السؤال دوت في اللي تشوز مش هتشوف المنظر ده عندك. مستر هو غلط؟ واقسم بالله صح، والله العظيم صح، ما قلتش ان هو غلط. طب امال مش لاقي لي يا مستر في اللي تشوز؟ عشان هو بيكون عامل له سمبليفاي ايتم. هنا في مالتيبلاي في البراكت. يبقى تي ان زي ما هي. هنا ال 9 بلس ال 4 مالتيبلاي ال ان يا كنزي هتبقى 4 ان ماينس 4 مالتيبلاي ال 1 يبقى 4. 9 ماينس 4 تطلع معاك 5. يبقى تي ان ايكوال 5 بلس 4 ان. هي دي اللي هتلاقيها في اللي تشوز. هي دي اللي هتاخد على الدرجه بتاعتك. هسأل سؤال بالله عليك وهسأله لكنزي. كنزي التي ان دي اسمها ايه؟ انا جبتها في الاخر. اللي هي السيكونس. لا ليها السيكونس لو انا عاملها في براكت. عارفه يا ايتن اسمها ايه؟ التي ان هي اللي هتكون اللي هي التيرم. ايوه جنرال تيرم اللي هو اسمها فوق اهو. والله خلي بالك عشان هو ده المطلوب منا، ده اللي هتاخد درجه. مستر طب انت من قيمه شويه قلت ان الجنرال تيرم ده حاجه مهمه جدا، حتى وانت دي اول حاجه انت شرحتها في الرول اصلا اهو. قلت تي ان ده حاجه مهمه جدا اللي هو الجنرال تيرم ده. يا ابني ده حاجه في غايه الاهميه. طب ليه بقى؟ عشان ده ليه وظيفه في المساله. ايه وظيفته في المساله؟ ان هو بيجيب لك اي ترم تو فايند اني ترم. اي ترم عندك في السيكونس. عايز الترم الاول، عايز الترم الثاني، عايز الترم الرابع، عايز الترم السابع، عايز الترم ال 14، هيجيب لك اي ترم في السيكونس. طب ودي حاجه مهمه؟ حاجه مهمه ايه يا ابني؟ يا ابني دي حاجه في غايه الاهميه. بص كده، بص على السؤال اللي بعد كده. بيقول انا عايز اعرف تي 7 وعايز اعرف تي 10 اوف ذا سيكونس. ما هي السيكونس دي بيكون فيها تي 1 وتي 2 وتي 3. اما هو كاتبهم فوق اهو وهكذا. هو بقى عايز الترم رقم 7 وعايز الترم رقم كام؟ 10. طب هنجيبها ازاي يا مستر؟ يجي بقى دور مين يا ايتين؟ الجنرال تيرم. انا على فكره الحل اللي هحله انتوا تفهموه بمنتهى السهوله دلوقتي، بس هو الفكره في ايه؟ امتى استخدم الحل ده؟ استخدم الحل امتى؟ لما يطلب منك اي ترم في السيكونس بتروح تستخدم لي الجنرال تيرم، بتعمل لي وظيفه الجنرال تيرم. هسال سؤال يا جدعان بالله عليكم عشان السؤال ده في غايه الاهميه، والله السؤال ده هو اللي بيفهمك اصلا الفكره. ايه وظيفه الجنرال تيرم اللي انا معلم عليها في الاخر؟ ايه وظيفتها؟ ها يا ايتين؟ بتجيب لي السيكونس. مش هي بتجيب لك السيكونس بس بالظبط بتجيب لك اي ترم في السيكونس to find any term in sequence. تمام يا ايتين؟ طيب يلا يا مستر بقى هات لي بقى الترم السابع. اجيبه ازاي؟ يلا يا عم، مش انت عايز الترم السابع؟ طيب كده انت اعتبرت الان بكام؟ ها؟ هنا الان كده انت اعتبرتها بكام؟ ب 7 اهو. بصوا تحت هنا في ان اهو، شايفينها؟ كده انت اعتبرت الان ب 7. خلاص اعمل زيه، شيل الان حطها ب 7. تبقى عباره عن ايه دلوقتي يا وعد؟ تبقى عباره عن 5 بلس 4 ومكان الان هعمل 7. طبعا انا عينيا هنا وانا شغال، انا عينيا هنا، انا عينيا هنا. تحسبها هيطلع معاك كام؟
4 times 7 28 و5 يطلع لنا كام؟ 33. يبقى الترم السابع بكام؟ ب 33. قولي لي بقى يا وعد ازاي بقى اجيب الترم العاشر؟ ها؟ عشان كده قلت 5 يبقى 5 بلس ايه؟ بلس 4 تايمز 7. لا ما هي 10 دلوقتي. سوري 5 10. 10 تطلع معاكي 45. بس كده يا شباب خلاص كده جبت الترم العاشر، كده جبت على السؤال الاولاني. طيب مستر في سؤال تاني، بص بقى السؤال بيقول لك ايه؟ بص هو كاتب هنا في الاخر السؤال فاين تي 7 تي 10 جبناها خلاص. بص بقى السؤال التاني فاين ذا اوردر. هو مين الاوردر؟ ايه الحرف اللي احنا بنسميه اوردر؟ نسيته عيب والله عيب. اهو شفت الحرف اللي بنسميه اوردر هو مين؟ هو الان. طب مستر ده بيقول لي فاين ذا ان، ده عايز الان. ايوه عايز الان. طب يعني ايه عايز الان؟ عايز الان لما يكون في ترم عندك ب 65. لا يا مستر فهمني السؤال. بص يا شباب انا فاهمكم السؤال. هو مش السيكونس دي فيها ارقام؟ ال 9 وبعدين ال 13 ما هي مكتوبه فوق اهي 17 21 وتفضل مكمل معاك لحد ما توصل للترم السابع اللي هو يبقى 33 عشان جبناه، وبعدين هتكمل شويه وتوصل للترم العاشر ب 45 وتفضل مكمله معاك بقى. هو عايز الترم لما يبقى 56 يبقى الان بتاعته بكام؟ يعني ايه يا مستر الان بتاعته بكام؟ افهمك تاني. بص ال9 ده مش هو التي 1؟ ال9 ده الان فيه بكام؟ بس خلاص. ال 13 الان فيه بكام؟ ب 2. طيب ال 17 الان فيها بكام؟ وهكذا وهكذا وهكذا. طب ال 33 الان فيها بكام؟ ما انت اصلا مستر كنت جايبها من قيمه شويه تي 7 صح يا ايتن؟ طيب ال 45 الان فيها بكام؟ 10 وهكذا بقى. هو الراجل بيقول لك بقى انا عايز الان اللي تطلع لي كام؟ بس دي فكره السؤال اللي انا عمال اشرح كل ده عشان افهمك فكره السؤال، لكن الحل انت هتفهمه بسهوله. هي دي الفكره؟ والله هي دي الفكره. طيب وبعدين يا مستر خلاص بقى هو بيقول لك the order of the term whose value 65. عايز الترم او عايز الان يطلع 65. يبقى انا فهمت ايه يا وعد من السؤال؟ فهمت ان في مره التي ان دي هتيكوال كام؟ 65. طيب انا فهمت كده، وبعدين اشيل بقى التي ان ديت. بص يا وعد اشيل دي كده واحط مكانها الرول اللي انا جبته في الاخر اللي هو الجنرال تيرم ده. طب ليه يا مستر؟ ما انا عشان اعرف الان بكام. هو انا لما اعمل الحرف ده تعرفني الان بكام؟ هتعمل سولف ايكويشن. عشان كده عمال اقول لكم ان الجنرال تيرم ده حاجه في غايه الاهميه. بص يا ايتن انا هشيل التي ان احط مكانها 5 بلس 4 ان ايكوال 65. فاهمه يا ايتن عملت ايه؟ اعمل بقى سولف ايكويشن اجيب الان منها، ال5 هتروح الناحيه الثانيه بالماينس يبقى 4 ان هتيكوال 60. هعمل ديفايدد 4 تبقى الان عندك بكام؟ 15. هو ده الان اللي هو عايزه. يبقى الترم ال 15 هنا بقى لما افضل بقى ماشي قدام هنا اهو. استنى عشان ابين لكم انا بشرح فين. اهو انا بشرح هنا اهو. لما اجي دلوقتي اهو افضل مكمل بقى بعد التي 10 التي 11 التي 12 وهكذا لحد ما اوصل للتي 15. عارفين تي 15 ده معناه ايه؟ ان هو يبقى بكام؟ ب 65. دي فكره السؤال يا شباب. بصراحه سؤال حلو ومحتاج منك ان انت تتدرب شويه. انا هحل لكم اول سؤال في كلاس وورك والمره الجايه بقى نكمل الباقي. بصوا يا شباب اول سؤال اهو فيه 3 اسئله. انا هحل معاكم اول سؤال بس ماشي. اول سؤال هنا اهو جايب لي سيكونس تي 5 8 11. ايتين بيسالني على مين في اول مطلوب؟ حلو. انا عندي جنرال تيرم ليه 2 رولز، واحد بتاع السيكونس اللي هي نوعها الجيومتريك والتاني بتاع الايه؟ الارثمتيك. دلوقتي هكتب بتاع الارثمتيك صح؟ طب يلا هو عباره عن ايه؟ ايه انا حافظه قبل ما انتوا تحفظوه بقى ان ماينس دي. لا ان ماينس 1 ما تهزرش يا مستر تايمز دي. انت قلت الان بنحسبها زي ما هي، احنا بنشيل الايه وبنشيل الدي. الايه بكام يا ايتن؟ ما هو انت نسيت الايه هي مين؟ الايه يا ايتن
هي الفيرست ترم هي تي 1 صح كده؟ اهو يبقى انا هقول له يا مستر والله يبقى انا عندي كده تي ان ايكوال 2 بلس الان ماينس 1. مين الدي بقى يا وعد؟ الدي ده اللي هو الديفرنس اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل للسيكونس؟ كل مره بزود لها 3. يبقى هنا مستر 3 يبقى تايمز كام؟ 3. طيب هل دي موجوده عندك في الاختيارات؟ لا. هل اجابتك غلط؟ والله اجابتك صح مليون في المية، بس محتاجه منك سمبليفاي، تعملها سمبليفاي. يبقى تي ان ايكوال ال 2 دي تفضل زي ما هي بلس هعمل 3 ملتبلاي جوه يبقى 3 ان ماينس 3. طيب وبعدين يا مستر هتبدا ان انت تعمل ايه؟ سمبليفاي. هتاخد الرقم 2 مع نيجاتيف 3 عشان دي نمبرز، يبقى 2 ماينس 3 هتبقى نيجاتيف 1، يبقى تي ان هتيكوال 3 ان ماينس 1. بس هي دي الجنرال تيرم. فين ده في الاختيارات؟ دي اهو. صعب يا جدعان؟ طيب بص عايز مين يا ايتن؟ تي 11. يعني الان بكام كده؟ 11. يبقى اروح اقول له مثلا يبقى 3 ومكان بص انا عينيا هنا، انا عينيا هنا اهو 3 ومكان الان احط 11 ماينس 1 يا وعد. تحسب الكالكوليتر تطلع معاك 32. خلصت. كنزي ثيرد بيقول لي ايه؟ ذا اوردر اوف تيرم. بيقول لي فاين ذا اوردر اوف تيرم. مين الاوردر ده؟ اللي هو الان. طب عايز الان امتى؟ لما تبقى الفاليو بتاعته بكام؟ لما يبقى الترم الفاليو بتاعته بكام؟ ب 59. نجيبها ازاي؟ بتقول التي ان، بصي تي ان ايكوال 59 اهو. هعمل ايه بقى يا وعد؟ هشيل التي ان ديت واحط مكانها ال 3 ان ماينس 1 بس كده. يبقى 3 ان، استنى بس عشان ايه المكان، هات لي كده اهي. فاهمه دلوقتي انا هشتغل ازاي؟ 3 ان ماينس ايه؟ 1 ايكوال كام؟ ودي بقى ال1 دي الناحيه الثانيه، يبقى 3 ان ايكوال 60. هعمل ديفايدد كام؟ 3 تطلع معايا بكام؟ ب 20. يبقى الان بكام؟ ب 20. يبقى الاجابه عندك ايه؟ تي 20 اهو، تي 20. بس كده خلاص. ناقص لك فكره واحده في الدرس دوت، بس معلش عشان الوقت اتاخر وانا ورايا حصه بعديكم، هشرحها لكم المره الجايه ان شاء الله. وبكده يا شباب يكون خلصنا حصه النهارده. في حد فيكم محتاج اي حاجه؟ يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.